السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم سمك مكاريلي سنجاري في الفرن مع رز اصفر. هنشوف مع بعض الطريقة. معايا سمك مكاريلي متنضف كويس جدا طبعا، ومعانا فلفل احمر وفلفل اخضر وكرفس وراس من الثوم، ومعانا معلقة من السماق، ومعانا نص معلقة فلفل اسمر، ومعلقة كمون، ومعلقة من بهارات السمك، ومعانا ذرة من الجنزبيل وذرة من القرفة، ومعلقتين من الملح. وهنضيف الخضار مع التوابل في الكبة ونفرمهم مع بعض عشان نعمل التتبيلة بتاعة السمك. طبعا انا مش هقول لكم على فوائد السمك المكاريل، فوائده عالية جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. كده انا هضيف ليمون، يعني ليمونتين مع الخلطة، وهفرمهم كويس جدا. كده انا هعمل معاكم تتبيلت بقى الخضروات. معانا طماطم مقطعة، ومعانا فلفل احمر واخضر، ومعانا بصل متقطع جوليان، ومعانا شوية من الكرفس، ومعلقتين من تتبيلة السمك. كده انا هضيف البصل وهقلبه شوية، هدبله شوية. بعدين هنزل بالجزر، انا نسيت اقول لكم ان انا بشرت جزر برضو. وبعدين هنزل بالفلفل، وهنزل بالكرفس والطماطم. التتبيلة دي هايلة، بتخلي السمك تحفة. وهنزل بمعلقتين بردك من توابل تتبيلة السمك، وهقلبهم كويس قوي لما يتدبلوا معايا. هنزل بليمون وهنزل بخل. طبعا انا هتبل السمك بتتبيلة التوابل بتاعته، تبله كويس. وللاسف السماك عمل لي السمك يعني فتحه من بطنه. المفروض ان احنا بنفتح السنجاري من الظهر مش من البطن. كده بقى انا هضيف الخضار. لا اله الا الله. من من احلى الاسماك السمك المكاريلي، يعني بيبقى طعمه تحفة بصراحة يعني. كده احنا بقى هننزل بردك، هنضيف شوية من الزيت على وش السمك زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا هغطيه كويس وهحطه في الفرن بقى، ونتابع التسوية بتاعته بحيث ان ما ينشفش مننا زي ما انتوا شايفين كده. تحفة ما شاء الله. هنعمل مع بعض الرز الاصفر. طبعا انا هحمر البصلة قوي قوي، هغمقها، وهنزل بمعلقة من الكركم، وهنزل بمية سخنة من الكتل، وبعدين هنزل بالرز. من نجاح رز السمك ان احنا يعني نحمر البصلة بتاعته. هي دي طريقته الصحيحة، يعني احنا نحمر البصلة قوي. وادي الاكل بعد ما خلص. ايه رأيكم بقى؟ ما شاء الله. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.